جوزي بخيل لدرجة إني قرفت منه ومن العيشة معاه. عمره ما فرحني بحاجة، عمره ما قال لي كلمة حلوة، وكل ما اشكي لأمي تقول لي عادي، كل الرجالة كده، جوزك طيب استحملي. بس أنا بجد تعبت وما بقتش طايقة العيشة معاه. دي مشكلة صديقتنا. تعالوا نسمع قصتها مع بعض ونشوف، يا ترى جوزها فعلا بخيل، ولا الراجل شقيان وتعبان في فلوسه وحريص عليها شويتين. بس يا ريت في الأول تصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بتحكي وتقول: أنا متجوزة بقالي سنتين، طول فترة جوازي جوزي يقول لي هنخرج وما بنخرجش. طب لحظة لحظة استني بس، طب ما أكيد عنده أسباب، ما تسأله، اسأليه ليه ما بنخرجش. يمكن تكون أسبابه دي ملهاش علاقة بالفلوس خالص، ليه ربطتيها بالبخل؟ خدي بالك أوقات الراجل بيكون تفكيره غير الست. الراجل بيكون محتاج إن مراته تضغط عليه شوية، يمكن مكسل، يمكن مرهق من شغله، يمكن محتاج تقوليله والنبي خرجني عشان خاطري، خرجني. يا ترى انت عملتي كده ولا لا؟ تعالوا نكمل ونشوف. بتقوله كمان بيوعدني بحاجات كتيرة وما بينفذهاش، يقول لي هجيبلك وما بيجيبليش، وانا بتكسف ان اسأله. ليه؟ تتكسفي ليه؟ اسأليه، اسأليه بكل ذوق وأدب. فين الحاجة اللي انت وعدتني بيها؟ لو قالك ياه انا نسيت، حسسيه انك اتضايقتي شوية، مش عشان الحاجة، لا لا لا، عشان هو اللي فارق معاكي، فارق انه يفتكرك. الفتي نظره مرة واتنين وعشرة، اعملي كل اللي عليكي. تعالوا نكمل. بتقول عمره ما جاب لي حاجة من يوم ما اتجوزنا، ولما رجعت بالذاكرة كمان افتكرت انه حتى في الخطوبة كان بيجي وايده فاضية. طب انت جايه ترجعي بالذاكره دلوقتي؟ مش حاسه ان انت اتاخرتي شويتين؟ يا جماعه انا غلبت اقول الخطوبه مش دباديب ولفلفه. الخطوبه اتعملت عشان نعرف عيوب الشخص اللي قدامنا، عشان ما نتصدمش بعد الجواز بحاجه احنا في غنى عنها واحنا لسه على البر، نعرف راسنا من رجلينا. تعالوا نكمل. بتقول انا صعبان عليا نفسي قوي، نفسي احس ان انا مسؤوله منه، نفسي يجيب لي هديه يفاجئني، وانا حاولت احسسه بده فاكتر من مره، جبت له هديه وكان بيفرح بيها جدا، فهو عمره ما فرق معاه انه يفرحني، ده حتى هدوم العيد ما بيجيبهاليش. بيقول لي بقى هاتي وانا هحاسبك ولا حاسبني، ومش بس كده، بتقول وانا راجعه من شغلي لما اكلمه واقول له البيت محتاج كذا وكذا، يقول لي هاتي كل الطلبات اللي انت عايزاها ولما ارجع هبقى حاسبك، ولا مره حاسبني. وانا بتكسف اطلب منه تمن الحاجه اللي انا اشتريتها. اقول ايه؟ بتقول واخرها الحمد لله خرجني، بس لما طلبت عصير وهو شرب القهوه وجه وقت الحساب قال لي يلا ادفعي، اصل انا ما معيش فكه. فكه ايه؟ ما عليك. بتقول دفعت الحساب بس لما رجعت البيت ما كنتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه معاه، حتى المره اللي خرجني فيها دفعني تمن الحاجه اللي انا شربتها، زي ما يكون بيقول لي ما تقوليليش خرجني تاني. انا بجد احترت، هو الشخص ده بخيل ولا ايه؟ انا محتاجه رايك قوي.